عسلامة صنايفات، مرحبا بكم على قناة كويزينتي التونسية. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، فيديو عصيدة النوازيت، عصيدة البوفريوة. عصيدة البوفريوة اليوم خديناها عجين بوفريوة من عند بن يغلان. دونك هذاك سطل البورتال اللي انا وريته لكم، خدينا عليه 250 غرام فرينة وكيفهم سكر. يعني تحبوها حلوة برشا تحطوا 300 غرام سكر، اذا تحبوا تحطوا نستلي بطبيعه تنقصوا شويه من السكر وتزيدوا النستلي. الحلاوه هذيك حاجه تعودلكم وتخصكم انتوما، تذوقوا تعرفوا رواحكم قداش تحبوا. هذه العجينه من داخل بسم الله ما شاء الله، يعني هذه ما تتصفيش، راهو لا تتصفى ولا حتى شيء. انا نستحق إترا ونص ماء، إترا حطيتها باش نحط فيها العجينه هذيا ونخلطها بالكدا، والنص لتر الاخرى باش نخليها للفارينه. دونك هنا حطيت في الحاجه اللي باش نطيب فيها، نحط فيها إترا ماء ونصب عليها اكل العصيده نتاع او العجين نتاع البوفريوه نتاعي. باهي نوسعوا بالنا، اذا كان معناتها ما نجمناش نحوه الكل راهو نجم نحط عليه شويه ماء ونخليه يتنفخ ربيع ساعة وبالمغرفة نحاول نحيها. من الحقيقة ما خليتوش يتنفخ، صبيت عليه شوية ماء وكملت قرقشته اللي في قاع متاع الحكة. لهنا بطبيعة انا اللي يعرفني يعرف الصديق متاعي الرسمي متاع العصيدة مش المغرف اللوح. باغ كونطخ انا نستعمل الفوي. باهي لهنا خاطر باش تعاوني انها ما تعمليش الحاجه مكعبره وتحل بطريقه رهيبه، تسكي عجين تسكي فرينه اي حاجه تستعملها في العصايد تحلها وتعملها مش نورمال بالكدا بالكدا. دونك هنا بعد ما حليت فرغت ال 500 غرام عجين متاع بوفريوه في وسط الكسرونه متاعي وانا صابه فيها ديجا إترا ماء، قعدت نحل فيها بالفوي بشويه على البارد، مانيش حاطتها على النار، حاطتها على البارد وما حاطه معاها شي. هاكم تراو في ساعه حلت، واذا كانت تتقلق استعمل ديما نقولكم الروبو ولا البلندر باش يحل. اما هذه كوم هي عجينه ومش باش تتصفى ما كومش باش تستحقوا البلندر. هنا الكميه متاع الفارينه اللي قلت لكم عليها 250 غرام وتنجم تحط 300 غرام راهو فارينه، اما عليهم ليسونسيال اكل نص لتر اللي قاعده ماء. بطبيعة فما ناس تخدم بالحليب وفما ناس تخدم بالماء. انا ما نستعملش الحليب على خاطر نحسه الحليب متاع عائلة ملمومة باش تاكل الكونتيتي الكلها فرد وقت، مش باش تخليه يصبر على نهارين وثلاثة وجمعة باغفوا. هذيك لا، تولي تستعمل الماء. وراني اليوم اكسبسيونيلمون مش اكسبسيونيلمون بالذمة استعملت الماء باش نوريكم اللي راهو القوم تاع العصيدة متاع النوازيت بالماء راهو امبيكابل، يجي باهي والقو يبقى قوي. واضحة كالعادة الفارينة غلبتكم تستعمل البلندر ولا الروبو، اما بالفويرك ما تستحقش هكريت ولا صفيتها ولا حتى شي، صبيتها فوقها طول على خاطر ديجا وانتي تعمل بالفوي باش تراها هي لا مكعبرة لا شي. بقالي شوية فارينة في القاع باش نصب عليهم نكتة ماء قعدتلي ونكمل نصبهم على هذيك الدبوزة كيلت بها لتر ونص متاعي ونكمل نصب. هنا لا بلوتو صبيتهم على الحكه اللي قلت لكم قبيله نفختها شويه، اما انا ما نفختش. بالطبيعه انتم تحبوا تنفخوا نفخوا، انا ما نفختش وكملت صبيتها زدها على الفارينه القاع نتاع الصحفه اللي قعدت فيها الفارينه، ونكمل نخلط بالفوي ونصبها على الخليط. والله لا استعملت لا صفايه ولا البلندر ولا المولينكس ولا حتى شيء، هذه عجينه غير عاديه من عند بن يغلين. واللي يحب يعملها بالحليب كان باش ياكلها بالوقت ولا من غدوه يعملها بالحليب، اما كان تبدا مثلا كوبل وباش يحطوها في الفريجيدير ويقعدوا يتعاركوا ياكلوا فيها نهار ياكلوا ونهار لا يتعاركوا معاها، حكايه فارغه. عملها بالماء وتقعد لك تصبر لك وتغطيها بالسلوفان تصبر لك، وكل ما تجي تاكل طيب طرف كريمه.
لهنا الخليط نتاعي توا بعد ما خلطته بالقدا على البارد ماهوش مكعبر، حطيته على نار متوسطه باش بالعاني ما تكعبرليش وما تلصقليش. ومن المستحسن باش تنجح لك العصيده تختار معونك بالقدا، يلزم يكون حاجه معناتها ما تشدش ما تلصقش تيفال، ما نعرفش انا اينوكس باهي ما نعرفش حاجه هكا. انا قاعده نخلط بالفوي، وراهي هي الناس معناتها تعملها بالمغرف اللوح. واضح؟ عندي مغرف لوح، اما كي تبدا باش تتعصب تو نعملو كيما توا. هاي العصيده متاعي، هاي التكستور متاعها بطبيعه التكستور متاعها جات معناتها تهبل اهاوكم ديجا ريت بالمغرف اللوح قداش اخضر تكستورها كيفاش. راهو انتم توا تشوفوها سايله شويه، اما راكي باش تحطها في صحفه العصيده متاعك راهي باش تيبس بالطبيعه كي باش تبات ولا باش تخليها انت نصيف ساعه ديجا باش تبرد وتاخذ فورمه متاع الصحفه. التكنيك هذه متاع انك تفصل ما بين معناتها في وسط المغرف اللوح ما بين الكونتيتي متاع العصيده اللي واحله في المغرف وما يعاودش يلصق الخليط، معناتها راهي سي بون طابت طفي عليها. لهنا ما بقى لي كان محضره كالعاده، نكون محضره الاكواب المسبق، نعبي الكونتيتي ونقرا بحساب الكريمه اللي باش نحطها من الفوق وكها. وكانت مسخت هاكا بابي بحذاك ومسح الجناب. واضحه؟ لهنا العصيده متاعي حضرت، عملت عبيت الاكواب متاعي في راحتي كيف ما قاعدين تراو. وبالطبيعه اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشجعوني بلايك مزيان من عندكم، تضغطوا على الجرس اذا كان ما كومش ضاغطين عليه، كان ضاغطين عليه تتلقاوه رمادي معناتها لونه في الجري، وكان ما كومش ضاغطين عليه تتلقاوه احمر هاكا انزلوا عليه ميسالش راهو توليو ابوني معنا في القناه يوصلكم جديدنا باذن الله. هذه الكونتيتي اللي عطاتها لي السطل هذاك نتاع 500 غرام كونتيتي محترمه الحمد لله. دونك نخليها تبرد شويه ومن بعد باش نعمل لها كريم باتيسير عاديه اللي هي ايترا حليب عليها زوز ساشيات كريمه فاني. واضح؟ كالعاده تكون بردت هذيك نمشي نطيب الكريمه ونحطها وهي سخونه، الطبقه هذه تتحط فوق الطبقه الاخرى وهي سخونه باش ما تجمدليش. تمشيوش تخليوها ترتاح في عقالها، لا ديما كي تجي طيب كريمه ولا عصيده تكون محضر الاكواب بالمسبق باش طول تعبي. هاكا قاعدين نعبيو كونتيتي اللي يحبها ليبيسور نتاعها خشينه يحط برشا واللي يحبها جويده يحط شويه. وفما ناس ما تحبش الكريمه كاريمون ما تحطش تزين طول على العصيده، معناه نحترموا الاذواق الكل. هنا نعبي الكريمه متاعي في عقلي ونخليها تبرد من بعد ما نعبيها كالعاده، ونبدا محضره زينتي وزيدي وزويدي كيف ما قاعدين تراو، ونعملوا عصيده مزينه باللي موجود في الدار واللي ينجم يكون متوفر. وحتى براهو بتريف لوز تشد تقص شويه لوز بالسكينه وتهرس بارتي منه باش يولي لك بودره الدم معناتها تغطي به الصحفه وتخلي منه كعبات، تلقى عندك 3 انواع متاع لوز وانتي شاري كونتيتي صغيره باش ما تبداش المصاريف برشا وهاني شريت 100 منا و100 غرام منا وتكثر علينا. لا انا بالموجود نجود نعمل اللي نجم بالموجود. هذه كانت العصيده متاعنا، كل واحد يزين على ذوقه، كل واحد يزين على كيفه، الحاجه اللي ياكلها والحاجه اللي ما ياكلهاش ينحيها. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله يا ربي مولد مبروك علينا وعلى أمة سيدنا محمد وعلى المسلمين الكل في جميع أنحاء العالم. نشكركم على كل كومنتير يجيوني وتحطوهولي، نشكركم على كل لايك تحطوهولي. التفاعل متاعكم يخليني ديما نزيد ونعطي البلوس. ما تنساوش الباج متاعنا في الفيسبوك كويزينتي التونسيه، الانستغرام كويزينتي التونسيه، وزاده التيك توك كويزينتي التونسيه بالفرنسي ولا بالعربي. نحبكم برشا. المقادير تلقاهم ان شاء الله في خانة الوصف. اذا كنت تحبوا على عصيدة الزقوقو ما تنساوش راهو الفيديو اللي جوست قبل هذا كان عصيدة الزقوقو، تنجموا ترجعوا له. وما بقى لي كان باش نقول لكم مولد مبروك ونحبكم برشا وسلام.